صداعية كباب وتكة حبيبي. زود تكة زود تكة بعد، زودنا تكة. تجيب بصل وخضرة وطماطة وتسوي اللفة الصداعية، تكمل اللفة وتجربها ونشوف الطعم شلونه. خلينا نشوف. طب اليوم جايبكم الأحسن مطعم كباب. شوف اللحم شلونه. كذاب كذاب يا عمي، كذاب اللي يقول عم غزال مو غزال. شوف الغزلان عمي، صدق غزلان. هنا يتقطع اللحم وهنا ينثرم اللحم وهنا يتشيش الكباب. شوف التشيش شلونه يخبر. هسه هاي المرحله الاولى، خلينا نروح للمرحله الثانيه. تعالوا وياي. هي هاي المرحله الثانيه، هي شو الكباب. شوف الكباب شلونه، شوف الطماطه شلونه. هنا العمل داخل مطعم كباب نذير. عندك الدجاج يفتح النفس، كله ذبح عراقي. مطعم كباب نذير تفضل عمي. وهسه دخلنا الى الصاله، والصاله بها زخم كلش كبير. وصلى الله على محمد وعلى محمد. الله يرزقهم ان شاء الله كل العوائل تحب تجي مطعم كباب نذير. وهسه ويا صاحب مطعم نذير. الاسعار شلون يا خالي؟ الاسعار زين، ما يكمل بسعر. صح. كيلو غنم يعني 18 عندهم 13. وهم عندهم جلسه عربيه. انا حبيت اقعد بالجلسه العربيه. وهنا أنا وصل الطلب هذا قدامكم. تفرج يا حبيبي. وهنا عندك الخبز، خبز عراقي. شوف يا حبيبي، شوف الكباب، شوف التكه، شوف المعلاق، شوف الكباب شلون تفتت. الكباب اذا تفتت يعني هذا درجه اولى. شوفوا هسه اجرب لكم الطعم حتى اقول لكم مثل شكله لو مو مثل شكله. طبعا التكه كلش خرافيه لان ذبح عراقي قدامك يا حبيبي. اللحم قدامك، يجيب اللحم من هنا يقطع يسوي لك تكه، يجيب اللحم من هنا يثرمه يسوي لك كباب. شوف هسه نجيب الخبزه نسوي لنا لفه صداعيه. تجيب الكباب تفتفت وتجيب التكه تخليها. لازم نسوي اللفه صداعيه كباب وتكه حبيبي. زود تكه زود تكه بعد، زودنا تكه. تجيب بصل وخضره وطماطه وتسوي اللفه الصداعيه، تكمل اللفه وتجربها ونشوف الطعم شلونه. خلينا نشوف. طبعا الطعم خرافي. انصحكم تجون المطعم كباب نذير. عاشت ايدك يا نذير على المصداقيه وعلى اللحم العراقي لان كله راقي. تفضلوا. طبعا اللفه كلش طيبه وجميله، راقي يعني لحم قدامك يا حبيبي، لحم عراقي. شوف اللفه الله. هنا تاخذ لك ليمونه شويه حموضه. وهسه هاي النتيجه. قضينا على الكباب كله، على التكه كله، على الملاك كله. وهنا كنا في مطعم كباب نذير. عنوانكم وين؟ عنواننا ديوانيه حي العسكري، شارع سايبر.